باكر يسألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر يا ابنه؟ باكر يسألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر يا ابن آدم؟ يا ابن آدم التفت واسمع الصوت، يا ابن آدم التفت واسمع الصوت، لا تغرك ولد واموال وبيوت. اش ما يا تريد تعيش تاليها تموت، وتدري ملك الموت ما يتفاهم. باكر يسألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر؟ العمر يمشي وهاي ساعاته تنوب. وين النهار؟ وين البارحة؟ صارنا 3 أيام نقرأ. العمر يمشي وهاي ساعاته تنوب، وانت يومية بأمل باكر أتوب. شنه رايك تحط لذنوبك ذنوب؟ شنه رايك تحط لذنوبك ذنوب، ورايد حمولك بعد تتراكم. الموت ما تعلم بيا ساعة يجيك، وحصتك تخلص بعد وشلون بيك. يصير قبرك بيتك وينسد عليه. أولادي ماكو، إخواني ماكو، أهلي ماكو، عشيرتي ماكو. يا ناس يا عالم شديت تعبت اشتغلت، ماكو جواب. الموت ما تعلم بيا ساعة يجيك، وحصتك تخلص بعد وشلون بيك. يصير قبرك بيتك وينسد عليك. علي بن ابي طالب كان بالليل يقول لا من مرض ولا من وجع، يقول من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. يا ظلمته من تتلايا. باكر يسألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر يا القبر بيت الدود وبوحشته يضيج، ولا ولد وياك لا خلا صديق. يبقى لك بس العمل هو الرفيج. وين العمل؟ شو واحدنا قوة يقعد الصلاة الصبح، وين العمل بويا؟ وين العمل؟ مقصرين. القبر بيت الدود وبوحشته يضيج، لا ولد وياك لا خلا صديج. يبقى لك بس العمل هو الرفيج، ويده بيدك للقيامة ملازم. تنسأل عن 4 بيوم الحساب، تنسأل عن 4 بيوم الحساب، وانت يا ابن آدم ايش عندك من جواب؟ بالحشر وقفتك يا مرب الأرباب صعبة، وانت وياها ما تتوالى. عن شبابك تنسأل أول سؤال، بمن بليته يا ابن آدم تعال. كنت تمشي بطاعة الله وبالحلال، لو كنت تاخذ أعراض العالم. دير بالكم شبابنا، دير بالكم لا تخدعكم الدنيا.
ما يفيد. كنت تمشي بطاعة الله وبالحلال، لو كنت تاخذ أعراض العالم، باكري سألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر؟ والسؤال الثاني عن مالك منين جبت؟ والسؤال الثاني عن مالك منين؟ بيا وسيلة مجمع ووديته وين؟ قاسمت بالمال رب العالمين، لو ابليس وياك كنت تتقاسم. لو ان مالك من جمع من الحرام، اقرأ يا ابن آدم على الرحمة السلام. الله ما يرحم الكل قلبه حرام، الله ما يرحم الكل قلبه ظلام، الله يرحم ناس ما تتراحم. باكري سألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر؟ لو حلال المال في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. لو حلال المال يا المالك كثير، هم عليه تنسأل وقبالك يصير. لا يتيم انطيت منه ولا فقير، ولا بفعل الخير مالك ساهم. يا ابن آدم ثالث الأسئلة يكون، بمن افنيت العمر وانقضى شلون؟ على الظالم كنت للمظلوم عون، لو ويا الظالم كنت تتسالم. والسؤال الرابع، افتح قلبك وعقلك وروحك، والسؤال الرابع قطع النياط. والسؤال الرابع قطع النياط، ويا أهل البيت عندك ارتباط. يبرى حبك يا علي الكل العلل، يبرى وتسير الجنح دوما بيك. يبرى يا علي لا تتبرى مني بيوم، يبرى الأبو عن ابنه والأخ عن أخي. والسؤال الرابع قطع النياط، ويا أهل البيت عندك ارتباط. لو قلت ما عندي تهوى من الصراط، وراسك يظل بالصخر يترادم. لو كنت صك ولايتهم تحوز، دير بالك على الولاية، لو كنت صك ولايتهم تحوز، عالصراط وشدته مأمن تجوز. ما تطب للنار بالجنة تفوز، حيث يشفع لك نبينا الخاتم. باكري سألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر؟ هاي اللي خادم الحسين الشاعر الشيخ وسام الشويلي من الناصرية الرفاعي يقدم نصيحة بآخر بيت شعر، اسمع. وانا اقدم لك نصيحة وارد اقول، كونك تريد النجا بساعة الهول، على مصاب حسين واسيها البتول. يا حسين وانا اقدم لك نصيحة وارد اقول، كونك تريد النجا بساعة الهول، على مصاب حسين واسيها البتول. ودوم خلك حاضر بهالماتم. باكري سألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر يا ابن آدم؟ صلوات بأعلى الأصوات. شيل ايدك. اللهم ارحم عبرتي واحفظ دمعتي، واجعلها ذخرا عندك
تنفعني يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. صلوا على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. فكرة أمس باقية في ذهنك أكيدا، نكملها الليلة إن شاء الله تعالى حتى نخرج بنتيجة مع محمد وآل محمد للموعظة. إخواني، الحاجة للموعظة هي الحاجة للغذاء، كالحاجة للغذاء. الإنسان لا يستغني عن الغذاء، لا تستمر حياته، يحتاج الغذاء دوما، ولا يقاوم بدون غذاء. حتى قيل في الحكمة عن أهل البيت وردت: لولا الخبز ما عبد الله، لأن الإنسان يستعين به على الحياة. كلوا واشربوا. الحاجة الثانية للموعظة هي حاجة كالدواء، كما الإنسان يحتاج الغذاء يحتاج الدواء، وبالذات عندما يمرض. في يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد جالس بين الناس، قال: أيها الناس، إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. الحديد يزنجر، القلب شنو؟